عاجل، تطورات خطيرة تهز المنطقة لحظة بلحظة، ومصادر دولية تتحدث عن ساعات هي الأكثر توتراً منذ سنوات طويلة. المشهد يتغير بسرعة، والشرق الأوسط يقف الآن على حافة أخطر مواجهة محتملة في القرن الحديث. في هذه اللحظات أطلقت إيران تهديداً غير مسبوق، وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه الأشد قسوة منذ عقد كامل، إذ أعلنت طهران أنها ستزيل أي اعتداء إسرائيلي بشكل كامل وبلا تردد. الكلمات كانت واضحة مباشرة، وحملت رسالة واحدة: لا خطوط حمراء بعد اليوم. ودون انتظار جاء الرد الإسرائيلي فوريا قاسيا وصادما. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن: أي تهديد وجودي سيقابل برد ساحق وبقوة غير مسبوقة. هذه العبارات لم تلق جزافا، بل جاءت بالتزامن مع استنفار عسكري واسع، تحليق مكثف لمقاتلات إسرائيلية فوق مناطق حساسة، نقل معدات دفاعية إلى الشمال والجنوب، نشاط كثيف للغواصات الإسرائيلية في البحر، تحركات إيرانية في الخليج وخارج مضيق هرمز، رفع حالة جهوزية في قواعد صاروخية بعيدة المدى. المشهد بات أوضح من أي وقت مضى. الطرفان يستعدان ليس فقط للكلام، بل لما بعد الكلام. أنا أعتقد بأن المنطقة كلها ستشتعل، وأن هذا سيكون ليس لمصلحة لا الإخوة العرب ولا الإسرائيليين ولا الأمريكيين في هذه المنطقة. لا يجب أن يكون نظام ثيوقراطي تحكمه عمائم متخلفة من القرن الماضي أن تحكم إيران وأن تهدد كل دول المنطقة بالنووي. لذلك هذه اللغة قال العميد محمد رضا نقدي المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني إن أي معركة جديدة في المنطقة لن تتوقف إلا بعد القضاء التام على إسرائيل وإزالتها من الوجود، معتبرا أنها في أضعف حالاتها. وقال إن بلاده تعد الدقائق للمواجهة النهائية ومستعدة لتحمل أي مشقة من أجل الحفاظ على ما وصفه بالاستقلال والشرف والكرامة. الحرس الثوري الإيراني أكد أن استعدادات القوات الإيرانية ارتفعت بنسبة 40% على الأقل قياسا بحرب 12 يوما مع إسرائيل، سواء في دقة الصواريخ أو في المجال السيبراني والذكاء الاصطناعي، بينما تسعى تل أبيب لتطوير منظومات دفاعها الجوي للرد على وابل الصواريخ والمسيرات الإيرانية في أي وفي الدوائر مواجهة الدبلوماسية تتسرب معلومات عن اتصالات مكثفة تجري الآن بين عواصم كبرى لمحاولة إطفاء الشرارة قبل أن تتحول إلى نيران لا يمكن السيطرة عليها. لكن كل الدلائل تشير إلى أن الهوة تتسع والوقت يضيق، والرسائل العسكرية أصبحت أعلى صوتا من أي وساطة. خبراء الأمن الإقليمي يحذرون في هذه الساعات من 3 سيناريوهات قاتمة. السيناريو الأول: ضربة استباقية قد تبادر إحدى الدولتين بضربة دقيقة ضد موقع حساس كتجربة لقياس رد الطرف الآخر. السيناريو الثاني: مواجهة ممتدة على عدة جبهات صراع يشمل الجو والبحر وربما أطرافا أخرى في المنطقة، وهو السيناريو الأكثر خوفا. السيناريو الثالث: حرب ظل بلا إعلان، عمليات سرية، هجمات إلكترونية، ضربات غير معلنة، لكن تأثيرها قد يكون أقوى من أي مواجهة مباشرة. وفي خضم هذا الجنون السياسي والعسكري يرتفع صوت سؤال واحد في كل مكان: هل نحن أمام أيام عادية فيها مجرد تصريحات نارية، أم أن التاريخ يكتب الآن ببطء، بقلق، وبخطوات ثابتة الفصل الأول من مواجهة كبرى؟ الخبراء يقولون إن ما نراه الآن ليس تصعيدا بسيطا، بل تحول استراتيجي كامل في طريقة تعامل الطرفين. إيران تتحدث بمنطق الرد الإقليمي الشامل، وإسرائيل تتحدث بمنطق الضربة الحاسمة التي تسبق الخطر. وبين هذا وذاك العالم يراقب، الأسواق تهتز، والعواصم الكبرى تتحرك في سباق مع الزمن. هل ينجح العالم في وقف الانفجار،
أم أننا نقترب من لحظة الحقيقة، لحظة الانفجار الذي قد يغير شكل المنطقة وربما شكل العالم؟ الأيام المقبلة وربما الساعات القادمة ستكون حاسمة، خطيرة ومصيرية. تابعونا فنحن معكم لحظة بلحظة، كل جديد نبقى على الهواء مباشرة.